السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن حال. هنعمل مع بعض النهارده الفراخ. تمام. معانا فرختين تمام كده، مغسولين كويس جدا ومتنضفين تمام كده يا حبايبي، زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام كويس جدا جدا. هما اتنين. معايا هنا التتبيله، معايا بصل، كام بصلتين كده، اتنين. تمام. ومعايا هنا كام حبات طماطم، وكام هنا قرن فلفل. حضراتكم شايفين كده اهو. تمام كده. معايا كام قرن فلفل، معانا زبادي كبيرة، ومعايا هنا ايه، معلقتين من الخل، معايا هنا ليمونتين كبار، معايا هنا معلقتين زيت، معايا هنا التوابل بتاعتي، معايا ملح، معايا معلقة سكر، معايا مكعب من المرقة، معايا ورق لوري، معايا كام واحدة قرنفل كده، معايا فلفل اسود، معايا توم باودر، معايا ملح، معايا بهارات فراخ، معايا كزبرة، معايا كمون. تمام كده. دي البهارات. بصوا معايا تاني اهي. هنجيب بقى ايه الكبة بتاعتنا، هضربهم وهرجع لكم تاني، استنوا. هنا بقى يا حبايب قلبي، بعد ما تبلت الفراخ كويس جدا كده ودخلت التتبيله تحت الجلد، بقى حطيتها في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين، ومعايا ورقه من الزبده، وعليها بقى ورق بالفويل، وغطيتها كويس جدا كده، وحطيتها في التلاجة بقى ايه مع نفسها كده طول الليل. زي ما قلت لكم قبل كده، لو انت مستعجله ممكن تعمليها من الصبح وتسيبها ساعتين ثلاثه في التلاجة وتعمليها، برضو مش هتاخد منك وقت. بس كل ما تعمليها من بالليل وتشرب من التتبيله بيكون افضل وبيكون احسن اكيد بكتير. يلا حبايب قلبي اللي لسه معايا لحد دلوقتي كده، ما تنسوش اللايك يا حبيبي اللي بيرفع الفيديو. تمام كده يا حبايبي، بقى احطها في التلاجة وان شاء الله نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى يا حبايب قلبي كنا خلاص تاني يوم. بدأت هنا بقى ايه، كنت عملت بقى خلاص، قلت هنعمل بقى شوية رز كده بالكبد والقوانص، جنب منهم يعني وكده. معايا هنا بقى جبت بصلتين كبار وفرمتهم في الكبة زي ما حضراتكم شايفين كده، وكان حطيت على معلقتين من الزيت، والزيت كان سخن مني جدا بصراحة، يعني حتى انا بعيد عن الزيت لان كان سخن جدا، فكان تقريبا كده ايه، كان بيعمل طشة كده. وبدأت بقى ايه، انتوا عارفين، بدأت بقى ادي البصلة بتاعتي لون، وافضل بقى اقلب فيها كده زي ما انتم متعودين طبعا وزي ما كلكم عارفين. عملته عادي خالص، ما عملتوش بالصلصة بالطماطم ولا اي حاجة خالص. حمرت البصلة كده وصفرتها واديتها اللون الذهبي الجميل، او غمقتها شوية. وبعد كده بقى الكبد والقوانص بتوع الفراخ اللي كانوا معايا، قطعتها كده لحتت صغيرة، وغسلتها كويس جدا جدا، وعصرت عليها ليمون وحطيتها في المصفى لما صفت ميتها. تمام. هنا بقى الكبد والقوانص كنت بصفيها من المية، وعصرت على كنت عصرها ليمون يعني، فشطفتها كويس وحطيتها جنبي. وكان على العين التانية اللي هي في الاخر دي كنت غالية اللبن بتاع الرز،
عشان برضو هنعمل مع بعض رز في الفرن. طريقة سهلة جدا جدا. بصوا والله العظيم يا جماعة مفيش اي افتكاسة خالص، يعني شوية الرز وشوية لبن وشوية ملح وخلاص كده، ولا عملت بقى بقشطة ولا زبدة ولا اي حاجة خالص. معلقتين سمنة على معلقتين زيت، الرز بتاعك بتحطيه في الفرن مع الفراخ، واكلة بسيطة وسهلة جدا ما خدتش اي وقت خالص. بس انا عملت بقى مكرونة سباكيتي، عملت كيس واحد عشان ولادي بيحبوها جدا. وكمان عملت ايه بقى، قلت ايه استفيد بالكبد والقوانص، فعملتهم في الرز. ومفيش حاجة بتخسر ومفيش حاجة بتترمي، وكان الاكل يعني الف هنا وشفا لكل اللي اكل منه. بدأت هنا بقى ايه معايا بقى، جبت معلقتين سمنة او معلقة سمنة كبار على شوية من الزيت عشان نعمل الصلصة بتاعة المكرونة. الصلصة بتاع المكرونة أنا مش بقللها، لا انا السمنه معايا بتتقدح زي ما متعوده يعني في بيت والدتي وكده، طول عمرها بتعمل مكرونه كده. بتقدح السمنه كويس جدا على البوتاجاز، تسيبها تسخن قوي يعني. بعد كده بتنزل عليها بالطماطم. انا كان عندي بقى ايه كيس من الطماطم كان في الفريزر، طلعته لما فك، وبعدين بعد كده نزلت عليه بقى على السمنه بعد ما اتقدحت معايا. هنا بقى يا حبايب قلبي، اول ما البصله بتاعتي خدت لون اصفر كده، نزلت بالكبد والقوانص وخدتها تشويحه كده 10 دقايق. فضلت اشوح بالكبد والقوانص مع البصله لحد ما اخدت اللون مع بعضها كده. وكانت النار معايا عاليه عشان مش عايزاها الكبد والقوانص تسرد الميه بتاعتها، لا انا عايزاها يعني ايه. فضلت اقلبها كده على طول، ايدي فيها ما سردتش معايا ميه خالص، تمام لحد ما البصله خدت اللون. بعد كده نزلت عليها بالرز. لو انت بقى حابه تعمليها بالطماطم، ممكن تنزلي بقى ايه بعد ما تحطي الكبد والقوانص على البصله بتاعتك وتاخد اللون، تنزلي عليها بايه مثلا نص شفشق طماطم او نص كيلو طماطم، او كم حبه من الطماطم حسب ما انت عايزه يعني. وبتسيبها تتسبك وبتنزلي على الرز، بيبقى الرز احمر وجميل برضو. الطماطم اللي كان في الفريزر كنت مطلعاه من الفريزر لما فك كده، وبعد كده نزلت بقى ايه على السمنه اللي معايا والزيت. هنا بقى فضلت كل كده بالكبد والقوانص واشوح فيها. وهنا حباب قلبي بدأت بقى ايه انزل بالرز كده واحده واحده بعد ما غسلت الرز طبعا كويس جدا، على بقى ايه البصلايه اللي معايا وعلى الكبد والقوانص زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان اديتها تشويحه. بس عاوزه اقول لكم الانبوبه في اليوم ده عملتها بجد معايا. الانبوبه شطبت معايا، والبوتاجاز وطى خالص على الرز. بص انقذت نفسي يعني مش عاوزه اقول لكم. جبت الانبوبه وغيرتها، والاكل كان على البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين كده على السريع على السريع. عاوزه اقول لكم الانبوبه ديت يا جماعه بتشطب كده وبتخلص في مواقف محرجه جدا جدا، يعني على طول كده، يعني مش تدي مثلا انذار او اي حاجه، لا على طول كده والحمد لله. ربنا سترها. ما كنتش حطيت الميه لسه على الرز، لو كنت حطيت الميه على الرز كان الرز باش مني. بس الحمد لله انا غيرتها ونهضت نفسي. كنت انا بقى كده غيرت الانبوبه. هنا بقى حبيب قلبي غسلت الرز كويس قوي، واللبن اللي انا غليته كان اللبن ده بالوش بتاعه لبن بخيره. هو لبن بقاري مش لبن جماسي ولا حاجه يعني، مش تقيل. بس كان ما شاء الله كان الرز كويس جدا. انت طبعا يعني براحتك خالص، حابه مثلا تحطي له بقى قشطه، معلقه قشطه كده حلوه، او تضيفي عليه زبده. انا اللبن بضيف اللبن على الرز، عملته معاكم كتير جدا. بحط اللبن على الرز وبحط له الملح بتاعه، وبطلع احطه في الفرن كويس جدا تمام. وبعد ما ياخد الوش الجميل بيبقى معايا السمنه، وبحط عليها معلقتين زيت او معلقه زبده المتوفر المتاح عندك، وبقوم ضايفاها بعد ما الرز بياخد وش. وبعد كده ايه بسيبه بقى في الفرن مع نفسه، بجد بيبقى حلو جدا. وكمان كنت طلعت الفراخ من الفرن زي ما هي كده، وطلعت على السطح بقى حطيت الفراخ بتاعتي. وبكده حبايب قلبي ما شاء الله الفراخ زي ما حضراتكم شايفين طالعه كده جميله، واخده اللون الذهبي الجميل الحلو قوي ده. بجد كان طعمها حلو قوي قوي قوي. الف هنا وشفا لكل اللي اكل منها. والرز كمان معايا ما شاء الله. وعملت بقى المكرونه الاسباجيتي، عملتها معاكم كتير قبل كده،
والرز ده اهو يا جماعه اللي في الفرن او الرز المعمر. انا قبل كده كنت محمره الوش بتاعه قوي. في ناس كتير جدا 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 قالوا لي انت حارقه وش الرز ليه؟ مش عارفه والله العظيم بجد، يعني اعمل الوش احمر قوي يقولوا انت حارقاه. بس ما شاء الله كده حلو جدا، وكان الاكل جميل.